في 2026 في ناس بترجع من الخليج مديونة، مش بس كده، ده في ناس كمان بتندم إنها سافرت أصلا. طب إيه اللي حصل؟ خليني أحكي لك القصة كاملة. كلنا فاكرين أيام التسعينات خالك أو عمك وهو راجع من الكويت أو السعودية راجع بالأجهزة الكهربائية وشنط الهدايا والبطاطين الغالية والعربية البيجو السبع راكب. ساعتها المعادلة كانت بسيطة جدا وسهلة، وهو الواحد يجي له عقد عمل وهو في مصر، وده ساعتها كان بيساوي فلوس في البنك كويسة وحتة أرض وتأمين مستقبلك ومستقبل عيالك كمان. ساعتها الخليج كان بالنسبة للمصريين كنز وحلم لكل واحد، والباب كان مفتوح للجميع بدون استثناء، زي ما تقول كده مغارة علي بابا. لكن كل اللي فات ده عايزك تنساه دلوقتي، لأننا خلاص بقينا في 26. دلوقتي نفس الشاب بشهادة أعلى وأكتر كفاءة كمان بيقعد سنين في الغربة ويرجع يا دوب يسدد ديونه اللي سافر بيها وحق الفيزا والمعيشة والتذاكر كمان. الإيجارات زادت والدعم اتشال والضريبة زادت والرسوم على الوافدين والمقيمين زادت بشكل كبير، زي مثلا السعودية بقى فيها ضريبة 15% والإمارات 5%. الأول ما كانش فيه ضريبة أصلا. حتى زمان كان في وظائف حكر لينا دلوقتي بقت ممنوعة علينا. لكن يفضل السؤال الأهم هنا، وهو هل الخليج خلاص بقت صعبة علينا؟ هل الخليج لسه حلم وحل للشباب المصريين ولا خلاص ما بقاش موجود؟ خريطة الخليج اتغيرت تماما وللأسف، ولسه في ناس شايفاها من منظور التسعينات. في الفيديو ده هنتكلم على أرض الواقع على التغيير الشامل اللي حصل للخليج من منظور اقتصادي أكتر. بس قبل ما نبدأ، لو يهمك الموضوع يا ريت تضغط لايك وتشترك في القناة لو لسه جديد علشان تشوف الفيديوهات الجاية. علشان نفهم القصة في الخليج بقت ماشية ازاي لازم نطلع بره المنظور القديم اللي هي أنا والمكسب. هنلاقي إن القصة تتكون من 4 أطراف مهمة في المعادلة بيتخانقوا على نفس التورتة، وكل واحد يشوفها من منظور مختلف. الطرف الأول وهو المغترب اللي بيسافر من بلده وعينه على المرتب والرقم الكبير اللي هياخده أكتر من اللي كان بياخده في بلده، وهي نفس الخطة التقليدية: أسافر سنتين 3 أعمل قرشين كويسين وأرجع أشتري بيت وأعمل مشروع. الطرف الثاني وهي المواطن صاحب البلد اللي هو لسه متخرج وطبعا من حقه إنه يطالب بأمان وظيفي واجتماعي، مش وظيفة والسلام، ويقول لك بعلو صوته: لا دي بلدي وأنا الأحق إن أتوظف فيها أولى من الغريب، ويكون في مسار وظيفي ثابت وتسلسل مهني واضح. الطرف الثالث بقى وهي الشركات، ودي بقى ما عندهاش اي عواطف، هي كل اللي يهمها انها توظف اعلى الكفاءات وبمرتبات اقل. وطبعا الاتش ار في الاجتماعات بيفكر: طيب هو لو جبت الوافد بمرتبات عاليه الميزانيه ممكن تخرب، ولو ما عملتش توطين وما شغلتش ابن البلد الدوله هتغضب عليا. الطرف الرابع وهي حكومه الدوله نفسها، وتفكيرها الاساسي ان هي عايزه اقتصاد قوي وفي نفس الوقت تضمن انها تشغل ولادها، وعايزه اقتصاد متنوع ما يعتمدش بشكل رئيسي على البترول. زي ما شايفين السعوديه غيرت خريطه الاقتصاد بتاعتها وبقت عايزه تعتمد على السياحه بشكل كبير، سواء الدينيه او الترفيهيه، مش بس البترول. وطبعا دبي المثال الاشهر بتعتمد على السياحه بشكل اساسي. وهنا تلاقي لما كل طرف من الاطراف دي يشد من التورته من ناحيه، هنا هتلاقي التصادم، والتصادم ده ينتج عنه سياسات وقوانين جديده زي مثلا قانون التوطين والضرائب الجديده ورسوم قويه على المقيمين، وكل ده بيأثر بالايجاب على ناس وكوارث على ناس تانية. الاول كانت الاطراف دي ماشيه في مسار واتجاه واحد، دلوقتي ابتدت تتعارض مع بعض. وعلشان نفهم سبب التعارض ده لازم نرجع بالزمن شويه لورا ونفهم نهايه دوله الرفاهيه. زمان دول الخليج كانت ماشيه بنظام اقتصادي معروف ساعتها باسم الدوله الريعيه. يعني ببساطه كده الخليج زمان كانت بتبيع بكميات كبيره ومهوله من البترول، وبتاخد العائد من البترول ده بتصرفه وبتستثمره في البنيه التحتيه والمشاريع القوميه في الدوله وعلى المقيمين فيها سواء المواطنين او الوافدين، على هيئه خدمات شبه مجانيه. الضرائب شبه معدومه، البترول ارخص بكتير، والكهرباء منعمه بشكل كبير. كان يعتبر في عائد اجتماعي مش مكتوب بيوفر كتير من المرتب اخر الشهر، والدوله بتديك رفاهيه باعتبارها المحرك الاساسي للاقتصاد. وفي سنه 2014 حصلت الهزه العنيفه في الاقتصاد. برميل النفط كان سعره في العالي $115، وفجاه حصلت الفجوه ونزل سعره ل $45. وحصلت الهزه الثانيه في 2016 ونزل سعر البرميل ل $47. جرس الانذار رن في كل قصور الحكم. فكره الاعتماد على البترول خلاص ما بقتش مضمونه، ولو اتقفلت حنفيه النفط دي تقريبا هنفلس. وده كان اهم دوافع لرؤيه السعوديه في 2030 وتغيير جلدها بالكامل. ودي بالمناسبه فكر دبي والامارات من زمان بشكل عام. ومن ساعتها بدانا نشوف تغيير في سياسه الاقتصاد في الخليج. بقينا نشوف ضريبه القيمه المضافه وارتفاع سعر البترول والغاء الدعم على الكهرباء والميه، وتغيير السياسه في الخليج من دول بتوزع ثرواتها على الشعب لدوله بتقدم خدمات مقابل الرسوم. والموضوع ما وقفش على كده بس، ظهرت مشكله تانية وهي مشكله التوطين. دلوقتي دول الخليج بقت معظمهم شباب تحت سن ال 30 ومتخرجين من جامعات وتخصصات مختلفه، وفي منهم كمان متخرج من جامعات اجنبيه اوروبيه بدعم من الدوله. الشباب دي كلها بقت محتاجه تشتغل وتتجوز وتفتح بيت. الوظائف الحكوميه اتملت وما بقاش في قدره على استيعابهم، وكان الحل الوحيد هو الاتجاه للقطاع الخاص. وده الملعب اللي كان المغترب بيلعب فيه لوحده دلوقتي بقى خطر عليه. دلوقتي الدوله بقى قدامها اختيار
من اتنين، يا اما تسيب السوق مفتوح والمغترب اللي يقبل باي مرتب هو اللي ياخد الشغلانه وابن البلد يقعد عاطل وتحصل مشاكل اجتماعيه، يا اما تدخل بسياسه التوطين وتقول ان ابن البلد ده هو الاحق بالوظيفه، وده الواقع الموجود عليه دلوقتي. والموضوع بالمناسبه ملوش علاقه باي عنصريه تجاه اي جنسيه تانيه، بالعكس الدوله بتحاول تحافظ على حظوظ وحقوق ابن البلد وده شيء طبيعي. ممكن حد يقول لي دلوقتي انا كمغترب راضي بالهم والمرتب القليل، بس السؤال هنا هل الفلوس هناك لسه بتعمل حاجه؟ هنا بقى الخدعه اللي محدش هيفهمها واللي بيقع فيها اكتر من 90% من اللي بيسافروا الخليج، وهي خدعه الدخل الاسمي. في علم النفس الاقتصادي في حاجه بتصيب اي حد يجي له عقد عمل في الخليج، حاجه اسمها انبهار الاصفار. يعني ببساطه شديده اول ما بتشوف الرقم في العقد دماغك تشتغل ويجي لك تفاؤل وسعاده كده، وتبتدي تجيب الاله الحاسبه وتضرب الرقم ده في عمله البلد بتاعتك وتلاقي الرقم كبير، فتلاقي نفسك عمده وباشا كده وتقول خلاص هبتدي احوش من دلوقتي كام وهشتري ايه بعد السنين الغربه. لكن اللي عقلك ما حسبوش ان الرقم ده منفوخ هوا على الفاضي وكبير اسميا، وفي الواقع هو هش جدا. لكن السؤال اللي انت نسيت تساله لنفسك وانت بتمضي العقد، هل عمله البدل اللي انت رايحها دي عجمها قوي كده وكده وتشيلك ولا لا؟ زمان قبل 2014 مرتبك كان باشا في نفسه كده، بتقبض وتحطه كله في جيبك زي الباشا، وانت اللي تقرر تصرفه فين وتوفر كام. دلوقتي في 2026 المرتب بيجي لك وهو مليان التزامات ومصاريف من قبل ما تلمسه حتى. تقبض الراتب من هنا وتصرف منه جزء كبير على شركاء ثابتين. عندك مثلا شريك مهم اسمه التضخم، خلى السلع اللي كانت زمان في الخليج بثمن لقمه بقت دلوقتي بثمن وجبه. شريك تاني اسمه الرسوم والضرائب، بمجرد وجودك في الخليج في فاتوره شهريه سواء اشتغلت او ما اشتغلتش. وشريك ثالث اسمه نمط الحياه، خلى كل الرفاهيات اللي كنت بتاخدها زمان بقت اساسيات دلوقتي وبتدفع عليها فلوس. زمان كانت وظيفه المرتب هو انه يبني مستقبلك ويعمل رصيد محترم في البنك، كان اللي بيتبقى من الراتب هو الاساسي اللي انت مسافر عشانه. دلوقتي بقت الوظيفه بتاعت الراتب هو انه يسترك ويخليك تكمل لاخر الشهر، يسد مصاريفك من الايجارات العاليه وفواتير الكهرباء والنت والبنزين والمواصلات. فالمعادله اتحولت من راتب يساوي حته ارض ورصيد في البنك وتامين لمستقبل عيالك الى صراع للبقاء حتى اخر الشهر. فانت تلاقي نفسك بتقبض ارقام فلكيه مقارنه بمرتبك في بلدك، بس للاسف انت عايش عيشه محدود الدخل بمعايير البلد اللي انت مقيم فيها. وهنا بقى هتكتشف الحقيقه المره انك مش رايح تلم فلوس وتيجي، انت رايح تشتغل ساعي بريد، شغلتك انك تقبض المرتب من هنا علشان تسلمه لصاحب السكن على هيئه ايجار وتدفع منه فواتير الكهرباء والميه والبنزين والنت والسوبر ماركت وترجع اخر الشهر ايدك فاضيه. بس للاسف اسمك مغترب وبتقبض بالعمله الصعبه. السؤال الاهم هنا ما بقاش انت بتقبض كام، السؤال بقى هل المرتب بيخليك تنام مرتاح ولا بتقوم مفزوع من فواتير اول الشهر والالتزامات اللي عليك ومش عارف تحول كام لبلدك. الاقي حد دلوقتي يقول لي طب يا عم اسلام انت قصدك ان الخليج دلوقتي شطب وما بقاش موضوع السفر ده يجيب همه خلاص؟ الاجابه طبعا لا، بالعكس الخليج دلوقتي بيمر بازهى عصوره وبيمر بطفرات اقتصاديه قويه. عندك مثلا مشاريع السعوديه العملاقه والتوسعات في الامارات وقطر بارقام فلكيه بتتضخ كل يوم في الخليج. طب حد يقول لي فين المشكله طيب دلوقتي يا عم اسلام؟ المشكله دلوقتي ان الخليج حط فلتر، وخليني اشرح لك الموضوع بطريقه بسيطه جدا. اعتبر سوق العمل عباره عن مبنى فيه اسانسيرين، الاسانسير الاول زحمه واقف عليه الاف من المحاسبين والاداريين والمهندسين والداتا انتري وخدمه عملاء ومدرسين وبياعين في المحلات والمولات واي وظيفه تقليديه انت تسمع عنها. الوظائف دي في الخليج يقول لك فيها شكرا المواطن واولاد البلد هم اولى بيها، او نظام الاوتوميشن او الاي اي يعملها. الاسانسير ده المنافسه فيه شرسه والرواتب فيها قليله جدا والرسوم فيها عاليه بتاكل كل المرتب ومفيش اي امتيازات مع الراتب. اما الاسانسير التاني ده بتاع الابداع والتميز، هتلاقيه فاضي ويطلع بيك على طول على الدور الاخير بسرعه الصاروخ. هيكون فيه بقى مجموعه من الاشخاص الاكفاء من الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والطاقه المتجدده ومحللي البيانات والبرمجه والسياحه والترفيه واصحاب اللغات المتعدده، لان ده البترول الجديد للسعوديه. الناس دي مش بس بتاخد رواتب خياليه، دي بتاخد امتيازات مع الراتب يمكن يكون اعلى من الراتب نفسه، زي ما تقول كده باكج على بعض. تامين صحي على اعلى مستوى ليه ولعياله، زي ما تقول كده في اي بي. مستوى تعليمي لاطفاله مجاني، تذاكر طيران كل سنه، غير طبعا السكن. وكل ده ليه؟ لان الشركات هنا مش بتشتري موظف لعدد ساعات عمل معين ويمشي، لا دي بتشتري اصل وقيمه يوفر عليها ملايين لو حصل هجوم سيبراني عليها او واحد هيحميها من اختراق قواعد بياناتها. يعني بمعنى اصح ان اي وظيفه نمطيه يقدر يقوم بيها ابن البلد، الوافد اللي جاي من بره غير مرحب بيه. طب الاقي حد يقول لي طب انا خلاص قررت اسافر او معروض عليا عقد عمل في الخليج، فتنصحني بايه علشان ما ندمش بعد كده او اتفاجئ بحاجه انا مش عامل حسابها عليها؟ هقول لك على 4 قواعد ذهبيه تاخد بالك منهم. اول حاجه، حاول تحسب اللي هيتبقى من الراتب الاساسي بعد مصاريفك الشهريه، ما تفرحش بالراتب كامل مهما كان كبير ورقم وورقه وقلم كده، وتحسب التزاماتك الشهريه كل شهر من سكن واكل وشرب ومواصلات وانترنت واتصالاتك وكل حاجه، وشوف اللي هيتبقى من الراتب قد ايه وقارنه بالدخل بتاعك اللي بتقبضه في بلدك، وشوف الموضوع يستاهل ولا لا. انا كنت عامل فيديو مخصوص بقول فيه مصاريفك الشهريه والتزاماتك بالتفصيل بالدرهم علشان تبقى
عارف مصاريفك ايه قبل ما تيجي، هتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تاني حاجه، حاول تتفاوض على البنود الكبيره مش الفكه، يعني مثلا تلاقي حد بيتفاوض على الراتب وبيحاول يزوده 500 ريال او درهم، وتسيب بند زي السكن او التامين او التذاكر، مع ان بند السكن ده لوحده لو الشركه هتوفره لك ممكن توفر على نفسك 25,000 درهم او ريال في السنه، يعني مرتبك تقريبا زاد كل شهر 2000 درهم لو انت عرفت تتفاوض على البند ده. تالت حاجه، حاول اول 3 شهور تعيش متقشف، لان اكبر غلطه بشوفها ان الواحد اول ما يستقر ويقبض يسكن في سكن غالي، ودي اكبر غلطه ممكن الوافد الجديد يعملها، لان غلطه اختيار السكن الغلط ده ممكن تضيع عليه فرق راتب سنه كامل كنت تقدر توفره. خليك خفيف كده في الاول، حاول تشوف سكن مشترك او على قدك او مؤقت لحد ما تفهم الامور ماشيه ازاي وتثبت نفسك في المكان. رابع حاجه، لو مش حريف في شغلتك بالبلدي كده وفارق عن غيرك، صدقني خليك في بلدك احسن، لان زمن السفر عشان تتعلم هناك دي خلاص انتهى، ورتم الحياه بقى سريع جدا. صدقني الشخص اللي بيتعطل او يقع مش بيلحق يبص وراه ويجي اللي يدوس عليه ويكمل. لازم تكون عندك على الاقل اللغه الانجليزيه قويه وشهادات دوليه معتمده في مجالك وخبره كويسه في المجال، وتكون مطلوبه في سوق العمل مش بس خبره. ومن الحاجات اللي هتفرق معاك جدا قوي قبل ما تسافر، لازم تدرس سوق العمل عامل ازاي وايه متطلباته والمنافسه فيه عامله ازاي في مجالك. كل ده هيفرق معاك كويس قوي قبل ما توصل للبلد اللي انت هتروحها. في النهايه يا صديقي، ان الخليج ما انتهاش ولا الباب مقفول، الخليج اتفلتر، الدول هناك بقت تعمل الصح لنفسها، بتفتح اقتصادها وتشغل عيالها وتستقطب المهارات اللي مش موجوده عندها، وانت كمان لازم تعمل الصح لنفسك. فالمعادله هنا اتحولت، ما بقاش عقد العمل يساوي شقه وعربيه وخميره في البنك وتشتري ارض، المساله بقت مهاره مميزه وتفاوض ذكي على بنود العقد بشكل كويس هيديك حياه افضل ومستقبل كويس. قبل ما تاخد شنطتك وتسلم على اهلك وحبايبك، اسال نفسك سؤال واحد، وهو انا مسافر علشان اضيف قيمه وعندي مهاره اقدر انافس بيها الجنسيات المختلفه، ولا رايح اقف في طابور زحمه قيمته قليله ومرتبات ضعيفه، وهل هلحق اصلا دور ليا ولا لا؟ اجابتك انت على السؤال ده هي اللي هتحدد هل سفريتك هتكون قصه نجاح زي خالك وعمك في التسعينات، ولا فخ هتقع فيه وتدفع ثمنه كتير قوي. دلوقتي انا عايز اعرف رايكم، لو حد حابب يسافر دلوقتي الخليج سواء الامارات او السعوديه، ايه المرتب اللي ما ينفعش يقل عنه كبدايه في 2026 وتكون سفريه مجزيه ليه ولاسرته؟ هنتظر تعليقاتكم في الكومنتات، وكمان رايكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.